أنس على سجادة الصلاة الملونة. قال الجد بابتسامة: يا بني، الصلاة لها أركان كأعمدة البيت، إذا سقط أحدها سقطت الصلاة. أولها: 1. النية والقيام في الفرض مع القدرة. ثم 2. تكبيرة الإحرام حين نرفع أيدينا ونقول الله أكبر لندخل في رحاب الله. وبعدها 3. قراءة سورة الفاتحة بتمهل في كل ركعة. شعر زيد بالحماس وهو يرفع يديه مقلدا جدها. الآن يا زيد ننتقل للركن الرابع، قال أنس وهو ينحني. 4. الركوع، حيث نعظم الله بظهور مستوية. ثم 5. الرفع من الركوع، ويليه 6. الاعتدال قائما. أكد الجد على زيد أن يقف مستقيما تماما بعد الرفع، ليشعر بالسكينة في قلبه قبل الانتقال للخطوة التالية. هبط أنس وزيد بلطف إلى الأرض. أوضح الجد: هنا نأتي إلى 7. السجود على الأعضاء 7، وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ثم 8. الرفع من السجود. و9. الجلوس بين السجدتين. ولا تنسى يا بطل الركن العاشر، وهو 10 الطمأنينة، أي أن نعطي كل ركن حقه من الوقت ولا نستعجل أبدا. في نهاية الصلاة جلس زيد بجانب جده بهدوء. قال أنس: بقي لنا الأركان الأخيرة 11: التشهد الأخير الذي نقرؤه في نهاية الصلاة. و12: الجلوس له. و13: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأخيرا الركن الرابع عشر، وهو 14: التسليم، حين نلتفت يمينا ثم يسارا لننهي صلاتنا بسلام. غمرت السعادة قلب زيد بعد أن تعلم أركان الصلاة 14 مرتبة. احتضنه جده أنس قائلا: أحسنت يا زيد، من حافظ على أركان صلاته حافظ على صلته بالله. شكر زيد جده ووعده أن يصلي كل يوم بإتقان وهدوء. تابعنا واشترك في القناة لتعرف المزيد.